عارف إيه يعتبر من أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل في الحياة، إن حد يكدب عليك في وشّك، والحقيقة قدّامكم أنتم الاتنين. مش عارف ساعتها ممكن الواحد يسمّي اللي بيحصل ده إيه، كدب؟ ما تجيش. خداع؟ طب إزاي وأنا شايف الحياة قدّامي، وأنت كمان شايفها قدّامك؟ فبصراحة مش لاقي كلام يوصف الموقف ده، بس للأسف ده بيحصل وبيحصل كتير كمان. مساء الخير عليكم وأهلًا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست التمانيناتي، معاكم محمد شاهين. وقبل ما نبدأ هاطلب منكم مشكورين كالعادة، ما تنسوش تتابعونا وتدعمونا بلايك شير للحلقة، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان إشعارات الحلقة الجديدة توصل لكم بمنتهى السهولة. إيه بقى اللي اتقال في المقدمة ده؟ أعتقد إن في حاجات كتير جت في بالكم لما سمعتوها، وأعتقد برضو إنكم هتستغربوا لما أقول لكم وجهة نظري، فأنا هقولها ورزقي على الله. من أكتر الحاجات اللي بتلفت انتباهي في أي ترند هو الطريقة اللي الترند ده بيحاول يوجهك ليها عشان يحطك على الطريق المطلوب للترند إنه يبقى ترند. فاهم حاجة؟ يعني مش عشان يلفت انتباهك للموضوع نفسه خالص. طب يعني إيه؟ هاقول لك يعني إيه بس ركّز معايا دقيقتين لوجه الله. من فترة كده طلع ترند عن واحدة محترمة، ربنا يرزقها يا رب ويقويها، شغّالة مع application طلبات، وفي حد صوّرها وهي راكبة الموتوسيكل بتاعها ومعاها بنتين، ربنا يحفظهم لها يا رب. وطلع الtrend طبعًا بتاع يا مصر بتعمليها إزاي، وسِت ب100 راجل، والست المصرية الجدعة اللي بتعافر وتشتغل وتتحدى الظروف و وكل الكلام الإيه، الحلو اللي بيجيب في الtrend ده. السؤال هنا بقى اللي جه في بالي شخصيًا، وجه في بال شوية ناس تانيين أعرفهم وإحنا قاعدين مع بعض كده لمّا الموضوع اتفتح، سؤال بيقول هي ليه أصلًا تضطر تعمل كده؟ في كلام اتقال إن جوزها طلّقها أو سابها أو أيًا كان، وهي بتشتغل عشان تصرف على عيالها. طيب هو إحنا هنا مش شايفين المأساة أصلًا؟ مش مأساة إنها اضطرت تنزل تشتغل، لأ، مأساة إنها تضطر تنزل تشتغل أصلًا. اختيارها الخطأ لواحد ناطع ما يعرفش حاجة عن الرجولة، ومع أول مشاكل حصلت بينهم وبين بعض شد الباب وراه ونسى إن له زوجة وبنتين مسؤولين منه. فبدل ما نتكلم عن مشاكل الجواز الكتير أوي والكبيرة أوي في مصر، وقوانين الأحوال الشخصية اللي كل شوية تسحب مننا جزء من الهوية الدينية، وجزء من الفطرة السليمة، وجزء من أعراف المجتمع اللي كانت أصلًا مبنية على الدين زمان، ودلوقتي بقت إيه، بلح. طب أقول لك حاجة تانية، ما هو كل واحد بدماغه بقى، تمام؟ ما يمكن الست دي هي اللي مفترية، وهي وأهلها رابطينه مثلًا بقايمة، والّا بشيكات، والّا بوصولات أمانة، والّا أي حاجة، وهو هربان منهم، مثلًا يعني. وتوضيح، لازم أوضّح حاجة مهمة جدًا عشان الناس ودماغها بتروح في حتت بعيدة أوي يعني. أنا مش باقول إن ده اللي حصل، أنا باتكلّم في كل الاحتمالات اللي ممكن تكون حاصلة وما حدّش يعرف عنها حاجة، خلف الأبواب المُغلقة ما حدّش يعرف إيه اللي بيحصل. كل ده بس عشان أوضّح لك إن الtrend ممكن يودّينا في سكة غير السكة الصح أصلًا، وبيخلّيك تفكّر في حاجة مش المفروض تفكّر فيها، يخلّيك تروح في اتجاه مش المفروض دماغك تاخدك في الاتجاه ده أصلًا. يا رب الحتّة دي بس هي اللي تكون وصلت عشان أنا مش ناقص وجع دماغ من حد مش فاهم أنا باتكلّم في إيه أصلًا، يا رب يعني. طيب، بعدها بشوية حصل حريق في مخزن في مدينة العبور والّا في الشروق والّا فين، عروسة جهازها تمنه 300.000 جنيه، والمحافظ طلع قال هيتكفّل بجهاز العروسة. طيب، بُص بقى أنا في كام سؤال جه في بالي من الخبر ده، أنا شرير أصلًا، الأسئلة دي جات في بالي عشان أنا شرير، مش عشان دي أسئلة منطقية لا سمح الله ولا حاجة. المحافظ هيتكفّل بيها بشكل شخصي والّا من فلوس المحافظة؟ ما المحافظة ليها صندوق خاص بيها للإعانات والإغاثة والحاجات دي، هل ده اللي هيطلع منه؟ طب لو ده حصل، هل هيفتح الباب لأي حد تحصل له مصيبة قبل جوازه، وما أكثر هذه الحالات يعني، إن هو يروح للمحافظ بتاع المدينة بتاعته أو المكان بتاعه ويقول له أنا عايز حد يشيل لي كذا، أو يتعامل معايا في كذا، أو يساعدني في كذا؟
طيب لو حد حصل له حاجة قبل جوازه وشاف الخبر ده، هو مش هيقول اشمعنى هي؟ أنا ما حدش ساعدني ليه؟ فاهمين السكة رايحة فين؟ هل أنا ممكن أسأل نفسي طب هو المحافظ هيتكفّل بالموضوع ده عشان الخبر طلع والّا هو بيعمل كده مع أي حالة؟ اللي هو نظام إيه، ناخد اللقطة، أنا ما باقولش إن ده أكيد نيّة المحافظ، أنا ما دخلتش جوّه نيّته، بس أنا باتكلّم بقى على الأسئلة اللي بتيجي في دماغ الناس، فاهم أنت؟ طب تعالَ نخش بقى في إيه، أسئلة أكبر بقى، الحريقة اللي حصلت دي، حصلت نتيجة إيه؟ هل المخزن ده ما فيهوش وسائل حماية ولا أمن صناعي في المخزن؟ طب لو ما فيش أمن صناعي أخد ترخيص إزاي؟ طب لو ما أخدش ترخيص إزاي شغّال؟ هل ده فساد محليات والّا صاحب المخزن اشتغل كده من غير ما حد يعرف؟ طب إزاي ما حدش يعرف وهو في قلب منطقة فيها حواليها ناس وبتاع، ما حدش سأل إيه ده؟ الكلام ده ما وصلش فاهم أنت؟ كل دي أسئلة ما حدش سألها، أو الأسئلة اتسألت وراحت واتدفنت تحت ترند المحافظ هيسطّر البنت الله يبارك له. كل دي أسئلة ممكن تيجي في دماغ أي حد، لا لشيء إلا إن ما فيش حاجة واضحة، ما فيش حاجة مؤكدة، ما فيش معلومة كاملة، والكمال لله وحده يعني. لغاية هنا أنت فاهم حاجة؟ واصل لك اللي أنا باتكلم فيه والّا لسه ما وصلش؟ طيب، زي الأمثلة اللي قُلتها لكم دي في ترند بياع الجرايد اللي اتسرق في عز الضهر، وطلع كلام إن دي العيدية، وكلام تاني إنه فلوس دوا مراته. يا جماعة أنتم عايزين إيه؟ أنتم عايزين كلام يستدير العواطف وخلاص؟ ده هو أصلًا غلبان من غير حاجة بالقعدة دي في سنه ده طول النهار عشان يجيب أيًا كان اللي بيجيبه عشان يعيش من غير ما يمد إيده لحد بعد العمر ده كله. فبدل ما نتكلم بقى عن المعاشات لا تُسمن ولا تغني من جوع، معاناة كبار السن، مشاكل المعاشات، السيستم الجديد اللي بايظ، نظام الناس الكبيرة في السن في كل حاجة بقى تأمين صحي ومعاشات واللي بعده، الترند اللي بعده سواق التاكسي اللي اتسرقت عربيته واتقطعت حتت ورجعت له تاني. لازم أقف هنا طبعًا وقفة وأشيد بدور وزارة الداخلية بصراحة الفترة اللي فاتت، يعني عاملين شغل مش ممكن، مش ممكن. واحد بيشوف الخبر الصبح عن حد عمل حاجة، فيديو معمول بتاع، النهارده بالليل بنلاقيه متجاب ومتصور بسم الله ما شاء الله منوّر تحت إيه، شعار وزارة الداخلية. فهُم قبضوا على اللي سرق بياع الجرايد واللي سرقوا تاكسي من الراجل في شبه ما فيش وقت، فربنا يبارك لهم هم وكل من يُدخل عمله في أي مجال وفي أي مكان. كان لازم برضه الكلام ده إيه، يتقال. نرجع مرجوعنا وأقول لك إن كل الأمثلة دي وغيرها لو سِبت نَفْسك لتيار الtrend هتلاقيه ساحبك معاه سحبة سحلة، وهتبقى زي اللي مسحوب معاه كده لا مؤاخذة، عارف أنت اللي بيتسحب كده إيه من غير تفكير يعني. فشغّل مخّك شوية قبل ما تتسحب، شوف اللي ورا الخبر، حاول تفكّر في اللي ورا الخبر، فكّر هو اللي كتب الخبر بالطريقة دي عايز يوصّل لي إيه، فكّر في الحاجات اللي ما وصلتلكش أصلًا، اسأل نَفْسك إجابات الأسئلة اللي جات على بالي دي ما اتقالتش ليه؟ الخبر أصلًا لازم يكون كامل، عشان ما تسيبنيش إن أنا أفكّر وأأوّل بقى الكلام اللي ممكن يكون غلط أصلًا. إحنا لو في حوار، إحنا لو بنتكلّم وأنت في وشّي، أنت هتقول كلمة ما أفهمهاش أقول لك قصدك إيه فهترُد عليّا، لكن ده خبر، فلو الخبر في ذاته لو مش واضح أنا هافهم إيه؟ أنت كده بتسيبني بقى لدماغي، ما تلومنيش ساعتها. فاللي بيرمي الخبر، اللي بيرمي الtrend ويسيبك لحالك ده، المفروض يرميه صح، يا إمّا ما تلومنيش بقى لمّا أفهم وأسأل أسئلة أنت ما جاوبتش عليها، فهمت حاجة؟ فيا ريت نختلف عن الآخرين شويتين 3، 4 هتلاقي المواضيع كلّها بتختلف تمامًا باختلاف نظرتك للأمور. حاول ما يضحكش عليك يا صديقي عشان أنت مش عبيط. حلقتنا كده خلصت، فباشكركم على وقتكم لو سمعتم في الحلقة، واستنونا في حلقة جديدة وحدوتة جديدة الأسبوع الجاي إن شاء الله. كان معاكم محمد شاهين، سلام.